الشركات الكبيره بيبقى فيها نوع من الموظفين اللي احنا نقدر نقول عليه الموظف اللي شغال على قد فلوسهم، وعلى قد فلوسهم هنا بالمعنى الحرفي، يعني مش بيهمل ويقول لك يا عم هو كده على قد فلوسهم، لا هو بيشتغل على قد الشغلانه بالظبط. ان هو قديم قوي لدرجه ان انت ما تقدرش تمسك عليه غلطه، هو عارف حدود شغلته بالظبط، هو عارف ايه اللي يتمسك عليه وايه اللي انت ما تقدرش تمسكه عليه. غير كده ان هو شغال مش علشان ينتج، مش علشان هو عاوز يوصل لحاجه، هو شغال بدل ما يمشي. ودي حاجه اسمها الكوايت كويتنج او الاستقاله الصامته. هو استقال، يعني هو جوه نفسه هو خلاص قدم استقالته ومشي، بس قاعد معاك ايه اللي هو كده يا باشا انت انا عارف اولها واخرها ومش هعمل اكتر من كده. انت تروح له بمشكله هو عارف حلها، اقول لك بيبقى قديم جدا، هو عارف حلها وعارف ممكن ينصحك يقول لك تروح فين عشان تحلها. يعني مثلا انت بتبقى انت عاوز منه مثلا خطوه معينه في شغله ومثلا متعلقه على حاجه معينه او في خطوه قبل منه تتعمل، هو عارف مين اللي يعملها وعارف تتعمل ازاي، كل حاجه هو عارفها، بس ما يقولكش، يقول لك لا والله مثلا لسه الحاجه دي ما جاتليش على السيستم مثلا. ايوه يا باشا طب قول لي اروح لمين؟ لا والله مش عارف. لا يا عم انا عارف ان انت عارف، انصحني طيب. لا لا ما انصحكش. ليه؟ علشان ما تجيلوش بالشغلانه، علشان الشغلانه ما تجيلوش، هو مش عاوز يشتغلها، بس ما هو مش هيقول لك مش هشتغل، في حين ان هو لو كان نصحك وقال لك والله روح الاول عند فلان هيخلصها لك وبعدين انت تجي لي مثلا اعمل الخطوه دي بتاعتي او حاجه زي كده، كان الموضوع خلص والشغل ينجز. هو ما يهموش الشغل ينجز، هو يهمه حاجه واحده بس، باشا انا جات لي حاجه اشتغلها وانا ما عملتهاش. لا هتقول لي دي انت ما عملتهاش، الحاجه دي انت ما عملتهاش، اقول لك لا يا باشا هي ما كانتش خلصت من اللي قبل مني فما تقدرش تقول لي ما عملتهاش. الحاجه الثانيه من مواصفات الشخص ده ان هو بيعمل الشغلانه بالظبط، بيعملها لك بالظبط زي ما الكتاب بيقول، ومش زي ما الكتاب بيقول اللي هو يعني هو بيعملها لك بجوده عاليه، لا لا لا، هو بيعملها لك اللي هو زيرو ابداع، زيرو تجويد. باشا هي مش بتتعمل كده، ايوه يا باشا بس احنا كان في ممكن طريقه تانية تتعمل بيها كانت هتساعدنا وتكتر الانتاجيه او تنجز الشغل. لا لا انا ماليش دعوه يا باشا، انا ماليش دعوه يا باشا، شغل ايه يولع الشغل، هو مستقيل يا باشا، هو مش عايش معانا في الشركه اصلا، شغل ايه ومصلحه شغل ايه ومصلحه شركه ايه ومصلحه زمايلك ايه؟ لا يا باشا ما فيش الكلام ده. باشا هي بتتعمل كده هعملها لك كده، حتى لو هتضر الشغل، حتى لو الدنيا هتولع من بعد مني هي بتتعمل كده. طب يلا طب احنا نحسن، ما احنا على الارض، يلا نحسن، يلا نعمل حاجه احسن. لا ماليش دعوه يا باشا، طب احنا شايفين فرصه في حاجه معينه ساعدنا نستغلها عشان مصلحه الشغل، وانا مالي يا باشا، ماليش دعوه. عايش حياته اللي هو انا هعمل على قد اللي ما يغلطنيش، بس انا مش هجود تجويده قد كده، ماليش دعوه، فعلا عايش بمبدا يكش تولع. طيب قبل بقى ما نبدا نتهم البني ادم ده او الموظف ده باي حاجه، هو ايه اللي وصله لكده؟ يعني خلينا بقى نشوف الموضوع كده، الموظف ده او الشخصيه دي جوه الشغل، خلينا نبص عليه من بقى، نطلع بقى بره ان احنا بنواجه مشاكل معاه او ان هو معطل لنا احنا شغلنا او ان هو حاجه زي كده، وخلينا نشوف هو ايه اللي وصله لكده. اول حاجه واول سبب ان موظف يوصل للمرحله دي من التكبير الدماغ او ان هو يا باشا هي كده وخلاص وعلى قد فلوسهم، انه يقضي مده طويله في حته واحده، ويقضي مده طويله في حته واحده من غير ما يترقى او من غير ما يبقى شايف هدف من اللي هو بيعمله. يعني هو مش شايف اي هدف او نفع من اللي هو بيعمله، والنفع هنا قصدي مش على الشركه، النفع عليه هو شخصيا. في الاول وفي الاخر احنا بنشتغل علشان احنا نوصل لحاجه، عشان نحقق احنا احلامنا. فلما الشركه بتحطني في حته انا عارف ان ده سقفي وانا مش هروح في حته ابعد من كده، بوصل للمرحله دي. باشا انا عملت زي ما عملتش، بقالي كتير بعمل وبجتهد والاداره مثلا اللي فوقيه مش شايفاني، بقالي كتير بحاول والاداره اللي فوقيه ولا هي حاسه بيا، ما بترقاش، ناس تانية بتطلع بتترقى على كتافي، ناس تانية ما ب... انا من وجهه نظري اقل مني تترقى وانا لا، بيوصل لمرحله الاستسلام. في ناس بتستسلم او يعني بترمي طوبه الشغلانه وتروح تدور على شغل تاني، وده بيبقى ايجابي. وفي اللي هو باشا انا قاعد مرتبي ماشي يكشي تولع، وده ومبدا يكشي تولع بقى وخليها تولع وماليش دعوه انا بحاجه بقى، اديني قاعد واديني باخد مرتبي اول الشهر ويعملوا اللي يعملوه يا بتاع. هو بقى اللي بيعمل لنا النوع ده من الموظفين بقى، النوع اللي هو باشا ما انا ماليش دعوه. ليه؟ لان هو مش شايف نتيجه وقعد سنين طويله بيعمل زي ما بيعملش، بيقدم زي ما بيقدمش. لو انت مدير للشخص ده باشا لازم توجد له هدف، لازم توجد له حاجه يسعى اليها. لو الراجل ده مظلوم في ترقيه او في حاجه، حاول انك انت تقربها له، حاول ان انت تساعده ان هو يوصل لحاجه. وهو بصراحه اداره النوع ده من البني ادمين بيبقى صعب جدا على اي مدير ان هو يدير النوع ده من البني ادمين. ليه؟ لان انت دايما لما بتدير موظف انت ما بين المكافاه والعقاب. طبعا الاداره الانسانيه وانك انت بتديره على المستوى الشخصي على الانساني، ولكن من اكبر ادوات المدير بين المكافاه والعقاب. طب ده بقى لا فارق له لا مكافاه ولا فارق له عقاب، يعني عارف اللي هو يا باشا هتعمل ايه؟ انت اولا انت هو بيبقى يعني
قديم في الشغلانه لدرجه انك ما تقدرش تمسك عليه غلطه وما تقدرش تغلط، بس انا عارف وانت عارف وهو عارف ان جوده الشغل اللي هو بيقدمها زي الزفت، بس من غير ولا غلطه. تمام. من الناحيه الثانيه مكافاه انت مش عارف تعمل له حاجه، انت مش عارف لا ترقيه ولا بتاع، ولا هو عاوز منك حاجه على فكره، هو مكتفي بمرتبه ومش بيدور على حاجه. فده هتعمل فيه ايه؟ حاول توجد له هدف، حاول توجد له اي حاجه، اديله حاجه جديده يشتغل فيها، غير له رتابه الشغل اللي هو فيها، حاول توجد له اي هدف يسعى اليه، وفي نفس الوقت حاول يا باشا توصله. يا باشا احنا عندنا استاذ فلان راجل قديم وراجل كويس، عاوزين نديله فرصه. هو مجرد ما يحس ان في فرصه اتفتحت قدامه، ده هيجدد النشاط تاني في شغله، وهيبدا يحاول يثبت ان يا جماعه ايوه فعلا انا عندي الخبره دي وعندي الحاجه دي، وهتبدا تشوف منه اداء مختلف. مجرد بس اوجد فرصه، اسعى له فرصه واسعى بجد. يعني انت كمديره اسعى بجد ان انت تكبره خطوه. مجرد ما يبدا يحس ان هو بدا يتشاف تاني، نفسيا هيختلف واداء هيختلف، ويحس ان بقى في امل ان هو يطلع خطوه لقدام. دي حاجه. الناحيه الثانيه بقى، لو انت الشخص اللي وصلت للمرحله دي، يعني حبيبي الحياه اللي انت عايشها دي عذاب، الطريقه اللي انت عايش بيها دي عذاب، انت عايش كده ليه؟ فيعني تحقيق البني ادم لنفسه، تحقيقه النجاح في شغله، من الحاجات اللي بتخلي البني ادم اكتر راحه نفسيه واسعد وافضل. فانت اذا كنت انت عايش بالطريقه دي يا باشا، انت ليه عايش كده؟ انت ليه سامح لنفسك انك عايش كده؟ هتقول لي يا باشا هو ده اللي بيحصل، سيب الشغل ده وشوف شغل تاني تقدر توصل فيه لحاجه. يا مش قادر، اعمل حاجه بقى، خلينا ندور في مصلحتك انت. سيبك بقى خلاص من مصلحتك يا باشا، اعمل حاجه، اتعلم حاجه جديده، اعمل حاجه جديده، اعمل بيزنس صغير جدا لنفسك تبدا تكبر فيه او تعيش احلامك فيه، اتعلم حاجه جديده، حط هدف لنفسك في الحياه. ما تستسلمش للدرجه دي، ما تستسلمش للدرجه الفظيعه دي، اعمل حاجه لنفسك لحد ما الحاجه دي تكبر وتبقى هي الاساس في شغلك. لكن انت تعيش بالطريقه دي يا باشا، انا اكد لك ان انت مش عايش مبسوط، انت عايش مكتئب وتعبان ونفسيا قرفان. ما فيش حد بتكون طبيعته كده يعني بيعمل كده او طبيعه شغله كده وبيعيش مبسوط. هتلاقيك مكتئب وهتلاقيك قرفان من الدنيا وباللي بيحصل. فما تسيبش نفسك لكده. لو وصلت للمرحله دي لازم تتحرك. اذا هم ما بيحركوكش يا باشا في الشركه بتاعتك او في شغلك، باشا شوف شغل جديد، اسعى وشوف شغل جديد وشوف مكان جديد، شوف مكان جديد تتقدر فيه. لو ما عرفتش تسيب الشركه اللي انت فيها، اتعلم حاجه جديده تساعدك انك تسيب الشركه اللي انت فيها، او تساعدك جوه الشركه اللي انت فيها. اتعلم مهاره جديده، اتعلم حاجه جديده. ما تسيبش نفسك للي بيحصل ده. الحته اللي انت فيها او الحته اللي انت وصلتها دي هتضرك قبل ما تضر اي حد. ما تسيبش الدنيا تاخدك للحته دي ابدا، مهما كانت الظروف ومهما كانت اسباب.